الطاس محكمة التحكيم الرياضية تنظر بعد أيام قليلة في الطعن الذي تقدم به اتحاد العاصمة. فما هي هذه المحكمة؟ السلام عليكم. من المتوقع أن تنظر محكمة التحكيم الرياضية يوم 13 نوفمبر الطعن الذي تقدم به فريق اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار الكاف اعتبار الفريق الجزائري منهزما ب3 أهداف ل0 في ذهاب وإياب نصف النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الرياضي المنصرم، أين رفض الفريق الجزائري اللعب بسبب الخريطة الموجودة على قميص فريق نهضة بركان المغربي، حيث يرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الخريطة وهمية وتضم أراضي متنازع عليها، بينما يؤكد نادي نهضة بركان أن القميص يحمل خريطة المملكة المغربية المعترف بها من قبل الكاف. فما هي محكمة التحكيم الرياضي الطاس التي ستفصل في النزاع؟ أين تقع؟ وما هي الدول الممثلة فيها؟ وما هو الدور الذي تلعبه في حل النزاعات الرياضية على المستوى العالمي؟ وما مدى قوة قراراتها وإمكانيات الطعن فيها؟ ومما تتكون هيئة التحكيم. إليكم التفاصيل، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. محكمة التحكيم الرياضية هي هيئة دولية شبه قضائية متخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالرياضة على المستوى العالمي. تأسست عام 1984 استجابة لحاجة المجتمع الرياضي إلى جهة قضائية مرنة وفعالة وقادرة على تسوية الخلافات الرياضية بسرعة وبتكلفة أقل. مدعومة من اللجنة الأولمبية الدولية، يقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية، وتوجد لها فروع في نيويورك وسيدني. كما يتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامتها. ورغم ارتباط المحكمة المالي والإداري بالمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، إلا أنها تتمتع باستقلالية تامة عن أي منظمة رياضية. تضم الطاس نحو 300 محكم من 87 دولة، يتم اختيارهم بناء على خبرتهم ومعرفتهم الواسعة في التحكيم والقانون الرياضي. يتراوح عدد القضايا التي تعرض على المحكمة سنويا حوالي 300 قضية، وتشمل نزاعات متنوعة بين رياضيين، أندية، اتحادات رياضية ومنظمي فعاليات رياضية. تغطي هذه النزاعات مجالات متعددة، بما في ذلك العقود التجارية مثل الرعاية وحقوق البث التلفزيوني، بالإضافة إلى قضايا الانضباط الرياضي مثل المنشطات ومخالفات التعاقد. تهدف الطاس إلى تسوية النزاعات الرياضية من خلال التحكيم أو الوساطة، وتوفر إجراءات قانونية مرنة وسريعة تتكيف مع متطلبات عالم الرياضة. كما يمكن للمحكمة إصدار فتاوى قانونية في القضايا الرياضية، مما يجعلها مرجعا معترفا به في تفسير القوانين الرياضية الدولية. من الأمثلة البارزة على القضايا التي تناولتها المحكمة قضية فضيحة المنشطات الروسية في دورة الألعاب البارالمبية عام 2016، واستئناف جوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد قرار إيقافه. اللجوء إلى المحكمة يعتمد على وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف المتنازعة، مما يعني أن تقديم القضايا أمامها اختياري. ومع ذلك فإن العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تعترف بسلطة المحكمة، ويشترط الميثاق الأولمبي على عرض المنازعات المرتبطة بالألعاب الأولمبية أمام الطاس فقط. كما تتمتع قرارات محكمة التحكيم الرياضية بقوة تنفيذية مماثلة لأحكام المحاكم المدنية، ويمكن الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. على الرغم من أن الطعون نادرا ما تقبل وتقتصر غالبا على الجوانب الإجرائية دون التأثير على جوهر النزاع، وتتكون هيئة التحكيم عادة من 3 محكمين مستقلين، وتتمتع الأطراف بحرية اختيار القانون الواجب تطبيقه على النزاع، وفي حال عدم الاتفاق يتم تطبيق القانون السويسري. وتستغرق إجراءات التحكيم عموما من 6 إلى 12 شهرا. أما في حالات الاستئناف فيجب إصدار الحكم في غضون 3 أشهر، وفي الحالات المستعجلة قد تصدر قرارات مؤقتة خلال فترة زمنية قصيرة. شكرا على انتباهكم، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وإلى فيديو قادم.